ساحر كان يتغدى على لحم الميتة وأكل الكلاب، وسجد أيضا للشيطان، ووصل لدرجة رهيبة في السحر، وعمل الكثير من الأشياء التي لا تخطر على بالك. تخيل معي بعد كل هذه الأشياء التي فعلها، لو قرر أن يتوب ويرجع لطريق الله، ما هو مصيره وماذا حصل لعائلته أمام عينيه؟ الساحر داود محمد فرحان بدأت حكايته مع الجن وهو في عمر 6 شهور فقط. في هذه الأثناء كان والده مشهور، فقد كان ساحر كبير وله كرامات، والناس تأتيه من كل ناحية في اليمن. فمع الوقت أبوه بدأ يكبر في السن، وهنا الشياطين عرفوا أنه بعدما سيموت سيخسرون واحد من شياطين الإنس على الأرض، فقالوا للأب: ابنك يجب أن يكون خليفتك بعدك، يجب عليه أن يكمل الذي بدأته. وقبل أن يفكر الأب في هذا الكلام، بدأوا يتشكلون لابنه الصغير وهو ما زال في شهوره الأولى، فبدأوا يجلبون له نوبات صرع والكثير من الأمراض. هنا لم يجد الأب خيار إلا أن يوافق على طلبهم ويهب ابنه للشيطان. هنا الجن تراجعوا عن إيذاء ابنه، وكبر وعاش حياة طبيعية لحد ما وصل ل14 سنة. هنا والده مات، فقرر إكمال ما كان عليه والده. عموما داود لم يكن على علم بما يفعله والده بالضبط، فكل الذي يعرفه أن والده كان شيخا تقيا يساعد الناس. وفجأة بعد أيام من وفاة والده، داود أصبح يحب أن يخرج لوحده خارج البلدة، حيث يقيم في الخلاء لوحده. مع مرور الوقت أصبح يرى نساء جميلات ينتظروه ويريدون إغراءه. بقي على هذا الحال حتى أصبح يمضي وقته كله في الخلاء. وفي يوم من الأيام وهو يسير في طريقه، رأى حمارا مربوطا بجانب شجرة ببيت، كان هذا البيت مهجور، فقرر أخذ الدابة إلى بيته. وفي الطريق وصلوا عند منحدر. الدابة لم ترغب بالمشي، فبدأ داود بجرها وضربها. الدابة أدارت عنقها نحو داود، وبصوت أنثوي تكلمت معه وقالت له: أتظن أني دابة حتى تضربني؟ ومن الصدمة لم يصدق ما رآه، ثم اختفت من أمامه وأغمي عليه. ومن هنا اكتشف أن كل ما كان يراه من أمور غريبة من نساء ليست نساء عادية، لا. والذي أكد له هذا الموضوع أنه كان هناك فتاة معجبا بها كثيرا، وفي يوم رآها واقفة عند المغارة في الخلاء وهي تناديه. استغرب لأن هذه البنت خجولة جدا، فكيف تناديه؟ المهم من جمالها لم يستطع المقاومة، فذهب عندها ودخل معها المغارة، وقالت له: أنا سأفعل كل ما تريد، ولكن خذ قطعة اللحم هذه وكلها. يقول داود: أنا استغربت لأنه كان لحم حيوانات ميتة. رفضت طبعا وبشدة، لكنها أصرت أن يأكلها لدرجة أنه تناقش معها بصوت عالي وقام بضربها. يقول داود أنه عندما ضربها ملامحها تغيرت بالكامل، وشكلها أصبح مرعبا، وأصبح لديها قوة شديدة لدرجة أنها قامت بدفعه وإسقاطه أرضا، فأغمي عليه. وعندما أفاق لم يجد أحدا. استمر على هذه الحال لعدة أيام، دائما تظهر أمامه نساء وحيوانات ويقوم بضربها ويغمي عليه. هنا الناس بدأوا يتكلمون ويقولون: هل هو مجنون أم ماذا؟ يقول داود: لأنهم يروني كما لو أني أضرب الهواء، لا أحد كان يرى الذي أراه، لحد ما وصل هذا الأمر لوالدته. وحينها أحضرت بعض الرجال وقاموا بربطه وأخذوه عند أحد الشيوخ، كانت تظنه مسحور. المشكلة هي أنهم عندما أخذوه عند الشيخ ورآه، بدأ الشيخ يصرخ: أخرجوه أخرجوه، هذا معه كرامات والده.
هنا والدته لم تجد حل سوى ربطه في السرير، لأنها كانت خائفة عليه أن يتبع طريق والده. والدته استمرت بربطه لمدة 3 سنوات. لم تكن تعرف أن الجن يقوم بفكه بالليل ويخرج، وفي المقابل كان يقوم بأكل الحيوانات الميتة وبقاياها. الموضوع وصل أنه أصبح لديه رغبة شديدة في أكل الأطفال الصغار. قال داود: لو تحصلنا على طفل ما كان لينجو أبدا، كان يكون مصيره نفس مصير الحيوانات. ومع ذلك كان داود يقاوم هذه الرغبة بشدة، لكن والده كان يفعل هذه الأمور وباستمرار، ليس مع الأطفال فحسب، حتى مع الكبار. يقول داود: استمر على هذه الحال لمدة، لغاية ما في يوم من الأيام الجن أخذه إلى مكان يفرس في اليمن، وهناك وجد نفسه أمام مسجد واقف لا يفعل شيئا لمدة 15 يوم، لغاية ما في يوم وجد إمام المسجد داخل عنده ويقول له: بوركت يا داود، أنت ستأخذ كرامات والدك. ارجع للمكان الذي كنت فيه، وتحت الوسادة ستجد خاتم وسبحة و3 كتب: كتاب المندل، كتاب الجفر، وكتاب شمس المعارف الكبرى. هذه كتب سحر كانت لوالدك، اتركهم معك دائما مع البخور، وقم بتعلم ما فيهم. ستصل لمكانة كبيرة جدا، وسيكون عندك كرامات أعلى من والدك، والناس ستحبك، وسيكون لديك أموالا طائلة. يقول داود أنه عندما أخبره بهذا الكلام طمع كثيرا، ذهب مسرعا إلى البيت وبحث عن الكتب وفعل كل ما عليه فعله. جلس وتعلم، وعندما بدأ في القراءة فيهم بدأت تحصل معه أمورا غريبة وأشياء تحضر معه. وصل لمرحلة اسمها حضور الروحاني الكبير. هذه المرحلة كانت شروطها صعبة. كان عليه أن ينعزل عن الناس لمدة 40 يوما، وأن يعيش في الخلوة لوحده، وأن يأخذ معه مصحفين: الأول أن يمزقه من النصف من عند سورة الكهف، والثاني أن يقطع الورق الذي فيه ورقة ورقة، وأن يقوم بفرشهم على الأرض. وأهم هذه الشروط أنه في هذه الأيام ممنوع أن يستخدم الماء إلا للشرب، وممنوع أن يغتسل أو يتوضأ. وبالفعل بعدما مرت المدة وفعل كل ما يجب عليه فعله، حضر رجل يرتدي لباسا أبيض ولحيته طويلة، وقال له: ماذا تريد؟ المشكلة أن داود لم يكن يعرف من هذا الشخص الذي ظهر أمامه، هل هو شيخ أم روحاني؟ لم يكن يعرف أنه هذا الذي أمامه شيطان. المهم، داود قال: أنا أريد خدم. في هذه اللحظة اختفى من أمامه، وبالفعل حضر إليه العديد من الخدام. الخدام كانوا من الجن والشياطين. ومن هذا اليوم منع منعا كليا من الصلاة. وليس هذا فحسب، فقد أصبح عندما يسمع الآذان يشم الذي يؤذن، ويتجنب أي تجمعات فيها ذكر الله تعالى. والخطوة الموالية كان داود يجب أن يذهب لزيارة بئر برهوت. يقول: بالفعل جهزت نفسي وأنا ذاهب، تفاجأت أنه لست ذاهبا لوحدي، هناك الكثير من الناس، وهناك شيخ يردد جملة واحدة لكل من سيدخل هناك: كل الذي سترونه بالداخل ليس حقيقي، يجب أن لا تخافوا وأن لا ترجعوا. يقول: دخلنا الوادي ضيق جدا، وفي آخر الوادي مملوء بالثعابين، وهناك براكين تنفجر وتنفتح من باطن الأرض، وسمعنا صوت وحوش التي من شدتها ورعبها لن تستطيع الحركة. وبالفعل هذا ما حصل معي، فقد وقفت متجمدا في مكاني، أغمي علي، وعندما أفقت وجدت نفسي بعيدا عن هذا الوادي. المهم، عاد داود عند والدته وحكى لها ما وقع معه. أمه حينها بكت كثيرا. داود وعد أمه أنه سيخرج من طريق السحر والدجل ولن يعود له مرة أخرى. يقول داود: بالفعل بقيت محافظا على وعدي لأمي لغاية سنة 1982.
كنت حينها مسافرا أعمل بالسعودية، وكان معي زميلي بالشغل وكان يعلم بما كنت فيه من قبل. أخبرني أنه هناك سيدة زوجة أحد الأغنياء من معارفه لا تستطيع الإنجاب. حينها أخبرته أنه يمكنني مساعدتها، وبالفعل قرر داود أن يكسر وعده لأمه، ولجأ مرة أخرى للجن وطلب مساعدتهم. وبالفعل بعد أيام استطاعت السيدة أن تحمل. هنا كان الحظ ضده، فالسيدة حكت كل ما حصل معها لمعارفها ولأصحابها، أخبرت الجميع عن كرامته، وأصبح الجميع يذهب إليه لحل مشاكلهم. المصيبة أن الجن أخبروه أنهم لن يقوموا بمساعدته إلا بشرط أن يكمل الطقوس التي بدأ فيها من قبل. وبالفعل اضطر أن يذهب مرة أخرى إلى المسجد في يفرس ويقابل نفس الشيخ. الشيخ أمره بإحضار خروف أسود اللون. بالفعل أحضره، وهنا الشيخ بدأ بترديد آيات غير مفهومة، قام بذبحه وأمره بدخول المسجد. دخل داود المسجد، وهناك يقول داود: عندما دخلت المسجد رأيت رجلا عليه وقارا وهيبة جالس فوق كرسي ساكت لا يتكلم، لكن فجأة بدأت أسمع كما لو أنه يصدر صوتا كصوت الثور، فسجدت أمامه لا إراديا ووضع رجله فوق رأسي. المهم عندما انتهيت الشيخ عرفني أنه مسموح لي أن أقرأ بعض الصور من القرآن، ولكن عندما أكون مضطرا لكي أقنع الناس أنني فعلا شيخ صالح. ولو وضعت في موقف صعب واضطررت أن أصلي فعلا، ولكن بدون وضوء، وأن أصلي للشيطان ليس لله. ولما سألوا داود كيف الجن ممكن يشفي أحد المرضى عندك، داود أخبرهم أنه لكي يقدم لك الجن خدمة أساسا يجب أن يؤديك في حاجة أكبر منها، وهذا لأن الجن لا يساعد أحد، وهو بنفسه لو تأخر عليهم في طلب كانوا سيؤذونه شخصيا. ويقول أنه جميع الجلسات التي يفعلونها تكون جلسات لتحضير الشيطان، وأنه قبل أن يأتي المريض يكون القرين سبقه وعرف منه معلومات المريض قبل أن يأتيه. ولكي يوهم المريض أنه شيخ، كان داود يدخل الحمام ويعمل كأنه سيتوضأ، وهو خارج يقول الله أكبر ويبدأ بالصلاة، ويحضر الجن والشيطان الذي يستدعيه. يأتي على هيئة حيوان في المكان، ممكن كلب، ممكن قطة، ممكن قرد. فبمجرد ما داود يسجد يأتي الشيطان ويضع رجله فوق رأسه، ويبقى على هذه الحال لغاية ما ينتهي داود من الصلاة. ثم الشيطان يتلبسه ويفعل له مثل الدرع لكي لا يتأثر، ويزاول داود الإقناع عند الحاضرين، ويحضر خنجره ويطعن بطنه، وبطبيعة الحال لا يحس بأي شيء ولا يتأثر، والموجودين فعلا يحسون أنه إنسان غير طبيعي. يقول داود أن الجن كان ذكي جدا، لا يترك له أي نقود، فأي أحد كان يعطيه نقود لم تكن فيهم البركة، فقد كان يصرفها في التفاهات، وهذا لكي يحس دائما أنه بحاجة إلى المال ولكي يستمر في الدجل. استمر داود في أذية الناس لمدة 25 سنة، لغاية ما جاءه شخص يشتكيه أنه أحد من أقاربه فيه مس. يقول داود: في الغالب يشتغل طوال الليل بدون نوم، ومع ذلك ذهب لكي يقوم بعلاج الرجل، لكن وهو يقوم برقية لهذا الشخص أحس بنعاس شديد، فأخبر أهل المريض أنه يريد أن ينام قليلا ثم يكمل عمله. فعلا نام، وبدأ يحلم أنه في القرية التي ولد فيها كما لو أنه مات ودفن فيها. يقول: أحسست بكل الذي يحصل للميت من تغسيل وتكفين ودفن. يقول: حاولت أن أصرخ وأن أستنجد بأي أحد لكن بدون جدوى. تركت لوحدي في ظلمة القبر لغاية ما بدأت أسمع صوت رعد، ومن بعيد رأيت جماعة من الناس يقتربون مني ويقولون لي: انهض صلي. قلت: أصلي أين؟ قالوا: انهض توضأ وصلي.
يقول: رأيت بجانبي مياها وفعلا أردت أن أتوضأ، فوجدتها كما لو أنه ماء مغلي لا أستطيع أن أضع يدي فيه، فقلت لهم: هذا الماء لو وضعت يدي بداخله ستقطع. فهربت من ذلك المكان، وفجأة خرجت يد من الأرض ورفعتني لكي ترميني وسط ذلك الماء المغلي، فبدأت أصرخ لغاية ما أفقت من النوم، ووجدت كل من في البيت حولي. وهنا بدأت أسأل نفسي: أنا ماذا فعلت للجن لكي يفعلوا معي هكذا؟ يقول داود: لأول مرة فعلا قررت أن أنهض وأن أصلي لله، ولكن أحسست بجسمي كله يؤلمني. فأول ما بدأ يصلي بدأ يظهر إليه كما لو أن هناك نساء يقومون بإغرائه، وبدأ يحس كما لو أن هناك مسامر في عينيه. المهم استمر بالمقاومة لغاية ما انتهى من الصلاة. يقول: كنت أحس بغم وهم في قلبي لغاية ما أذن آذان الفجر، وقررت أن أذهب للمسجد، ولكن وأنا في الطريق كنت أحس كما لو أن أحدهم يشدني للوراء، ورغم ذلك كنت أقاوم لغاية ما وصلت إلى المسجد وصليت. وفي ثاني يوم ذهب داود المسجد وأخذ قرآن لكي يقرأه، لكنه تفاجأ أنه لم يستطع القراءة، فقد كان الكلام مكتوب أمامه، لكن كما لو أن الحروف متفرقة لا يستطيع تجميع الكلمات. يقول داود: حزنت كثيرا عندما سمعت الخطبة عن السحر والدجل، وقررت من قلبي فعلا أن أتوب. ومن هذا اليوم بدأوا الجن في تهديده أنه إن لم يتراجع عما فيه سيقومون بإيذائه، لغاية ما فعلا بدأوا بتنفيذ تهديداتهم. فقد ظهر له واحد من الجن وقال له: إن لم تتراجع فسنقوم بقتل أبنائك، وهو مصمم على عدم عودته لذلك العالم الخبيث. وفي نفس الساعة ابنه ذو 9 سنوات بدأ بطنه وعينيه بالانتفاخ لدرجة أن عينيه خرجت من مكانها، ثم توفي. والجن أمامه يخبروه بأنه كل هذا بسببه، وأنه إن لم يتراجع سيقومون بقتل البقية. داود استمر على كلامه ورفض، وبعد 20 دقيقة بالضبط كانت الصدمة. ابنه الصغير مات بنفس الطريقة التي مات ابنه الكبير، بطنه انتفخت وعينيه خرجت من مكانها. داود لم يستوعب لدرجة أنه أغمي عليه، وبقي 3 أشهر وحالته غير مستقرة لغاية ما أفاق، ووجد الجن يهددوه مرة أخرى أنه إن لم يتراجع عما هو فيه سيقتلون زوجته والجنين الذي في بطنها، لأنها كانت حامل في الشهر 9. يقول داود: في لحظة بطن زوجتي اختفت تماما كما لو أنها ليست حاملا. داود أخذ زوجته عند الأطباء، وجميع الأطباء أكدوا له أن زوجته ليست حامل، لغاية ما أخذها عند شيخ. وهنا الجن أخبرهم أنه هو من قتل الجنين، وأنه سيقتل زوجته أيضا. وبالفعل هذا الذي حصل، ماتت زوجته في الحين. أما داود استطاع بفضل الأذكار والتقرب من الله التخلص من هذا العالم الخبيث. كانت هذه قصة داود التائب. فهل فعلا الجن والشياطين لهم القدرة على أن يفعلوا كل الكلام الذي سمعنا في القصة؟ أتمنى قصة اليوم أن تنال إعجابكم. دمتم في رعاية الله.